العيد ما ينفعش من غير طبق الفتة الجامد ده. اول حاجه انا عايزه لحمه مسلوقه. هجيب حله على النار فيها حته سمنه صغيره، وهنزل باللحمه بتاعتي. هكون مقطعاها مكعبات كبيره شويه. هشوح اللحمه في السمنه، واول ما تبدا تاخد لون هكون مجهزه جزر وطماطم وبصل، ورق لورا، حبهان حصى، فلفل اسود، ورشه سكر. هقلبهم بقى كويس قوي مع بعض، وهكون مجهزه ميه في الكاتل تكون سخنه بتغلي. هنزل بيها على اللحمه بتاعتي. طبعا كميه ميه كبيره لان احنا بنسلق اللحمه وعايزين شوربه كتيره. اول ما الشوربه تبدا تغلي هوطي عليها واسيبها على جنب تستوي. هنا بقى هجهز الرز. حله على النار فيها شويه زيت، وهنزل بالرز هشوحه كده مع الزيت، وهحط عليه ملح ومعلقه سكر صغيره. واول ما الرز بيستوي بحط عليه معلقه سمنه واغطيه وتسيح مع الرز. بصوا هنا، اول ما الرز اتشوح مع الزيت نزلت عليه الميه السخنه. هشيله على جنب يستوي، وبعدين هعمل الصلصه. حله على النار فيها زيت وتوم مفروم، رشه ملح، رشه فلفل اسود. واول ما التوم بيتحمر بنزل بخل ابيض، وبعدين بكون مجهزه عصير طماطم هصفيه. وبعدين بحط معلقه صلصه تكون وسط، مش صغيره ومش كبيره. عايزين تستغنوا عنها براحتكم. وبرده رشه سكر، انا هنا نسيت اصورها. هنا بقى هكون مجهزه العيش البلدي بتاعي. الطاسه دي فيها سمنه وزيت، هحمره في الطاسه. ممكن تحمريه في الفرن براحتك، صاج في الفرن وتحطي فيه العيش وتقلبيه مع سمنه وزيت وتحمريه. بصوا بقى كل حاجه بتستوي مع بعض في نفس الوقت، يعني مش بتاخد اي وقت خالص. هنا الرز وهنا كمان الشوربه. لو وصلتوا معايا لحد هنا ما تنسوش تعملوا لايك وشير وفولو. هنا بقى هبدأ اجهز الطبق كله. هحط الاول عيش، وبعدين هحط رز، وبعدين هسقيه كده بغرفتين شوربة، مش كتيرة علشان العيش ما يتراش ويبقى طعمه مش حلو. العيش الاول، بعد كده الرز. بصوا الشوربة لونها تحفة ازاي، طعمها كان تحفة. وبعدين بقى هكمل بقية الرز. الرز ابيض ومفلفل يجنن. اللحمة كمان كنت حمرتها في حتة سمنة عشان احنا بنحبها محمرة. لو عايزين تسيبوها مسلوقة عادي براحتكم. وكمان هزوق كده الطبق بالجنب بالعيش، بيبقى شكله حلو قوي. لو مش عايزين تعملوا الحركه دي مش مشكله. هجيب بقى غرفتين صلصه، عايزين تكتروها براحتكم، بس انا بخليها جنب الاكل، واللي عايز بيزود. امشوا بس على الخطوات اللي انا قلتها لكم وهتاكلوا احلى طبق فته. بجد مش هتندموا، شكله يجنن. جربوه وقال